السلام عليكم ورحمة الله. معاكم محمد موسى من قناة مستر تك. أهلا بكم. شبكة الواي فاي عندك ضعيفة ومش بتوصل لكل البيت، ما تقلقش، مستر تك عنده الحل. خليكم معانا ومستر تك. في البداية لو بتتابعنا لأول مرة، ما تنساش تضغط سبسكرايب وتشترك في القناة، وما تنساش اللايك الجميل وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. جهاز الواي فاي اللي معانا جهاز ريبيتر صغير الحجم، سهل الاستخدام وبدون أسلاك. كل اللي عليك إنك هتركبه في مصدر الكهرباء بتاعتك وتبتدي الإعدادات. هنوصله بقى بالسلك ونبتدي الإعدادات. الاي بي بتاع الجهاز ده 192.168.0.254. 192.168.0.254. اول حاجه بيطلبها منك كرييت لوجن باسورد. بتكتب طبعا فوق الباسورد مره، اللي هو نيو باسورد، يعني مثلا وليكن ادمن زيرو، اي باسورد انت عايزه بتكتبه مرتين، مره فوق ومره تحت في نيو باسورد وكونفيرم باسورد ولوج ان. بمجرد انك بتدخل بيطلب منك الشبكات او بيظهر لك الشبكات المتاحه. بتختار طبعا الشبكه بتاعتك اللي هي شبكه الراوتر الاساسي بتاعك. تختار الشبكه بتاعتك. طبعا هنا ظاهر لك اسامي الشبكات والقوة بتاعتها والماك ادريس. الجهاز ده يا جماعة بيلقط من الراوتر الاساسي ويقوي الاشارة بتاعتك، فلو فرضنا ان قوة الاشارة شرطتين، فده مثلا يخليها لك في مكان تاني الخمس شرط. هنا طبعا طلب منك باسورد. الباسورد اللي هتكتبه هنا هو باسورد الجهاز الاساسي، باسورد الراوتر الاساسي اللي انت هتلقط منه الانترنت. هتكتب الباسورد وتضغط على نيكست، وبعد كده كونفيرم. مش اكتر من كده. طبعا هنا بتكتب الباسورد الجديد. احنا طبعا كنا عاملين هو ادمن زيرو او ايا كان الباسورد اللي انت عملته، وتضغط على لوج ان. الجهاز ده يا جماعه مش بس هيشتغل ريبيتر، الجهاز ده ممكن يشتغل اكسس بوينت. يعني مثلا لو في غرفه ما بيوصلهاش واي فاي نهائي، يعني مفيش فيها اشاره واي فاي خالص، فانت ممكن تشغله بالسلك. وهنشرح دلوقتي اعداداته. دلوقتي بقى احنا هنختار اسم الشبكه. طبعا زي ما انتم شايفين اسم الشبكة عندي بقى فل، بقت الشبكة فل، جابت دلوقتي الخمس شرط كاملين. هنختار اسم الشبكة ونضغط كونكت، ونكتب طبعا الباسورد الاساسي اللي هو باسورد الراوتر الاساسي. احنا طبعا ولا ما عملناش اي باسورد مختلف، احنا بنكتب باسورد الراوتر الاساسي وبنشتغل عليه وعلى نفس الشبكة. هتختار الشبكة وتكتب الباسورد وتضغط طبعا على اوكي. نكتب الباسورد ونضغط على اوكي. طيب ازاي بقى نشغل الجهاز ده عن طريق السلك؟ طبعا بتوصل طرف من السلك في الراوتر والطرف في الجهاز بتاعنا. بتختار هنا من تشينج مود وبتشغله على اكسس بوينت. طبعا هو مختار رينج اكسترنال، تختار انت اكسس بوينت وبعد كده اوكي وبعد كده يس. الجهاز هيحمل معانا ثواني، هنستنى لحد ما يخلص تحميل. طبعا في الحالة دي حضرتك لازم تعمل باسورد للجهاز. هقول لحضرتك دلوقتي تعمله ازاي. هنستنى لحد ما يكمل 100%. طبعا هيطلب مني الباسورد مرة تانية. ده طبعا الباسورد اللي انا عملته له اللي هو ادمن زيرو. هتكتب الباسورد ايا كان بقى الباسورد اللي انت كنت عملته له وتضغط على لوج ان. هنيجي بقى على الوايرلس علشان نعمل باسورد للجهاز. طبعا احنا دلوقتي مشغلينه اكسس، فمش هياخد باسورد الراوتر، هيبقى له باسورد خاص بيه. هنا طبعا بدل التي بي لينك ديت هنكتب اسم الواي فاي، وعندك طبعا تحت بقى في سكيورتي
هنكتب الاول الاسم بتاعنا زي ما احنا عايزين. اي اسم انت عايزه، مش لازم طبعا اسم الراوتر، يعني مش لازم الاسم الاساسي، ويفضل ما يكونش نفس اسم الراوتر. هتكتب طبعا الاسم اللي انت عايزه، وهتنزل بقى على السكيورتي. السكيورتي بتخليها WPA على WPA2، وتحت طبعا بتكتب الباسورد بتاعك. ده طبعا باسورد خاص بيك انت، غير باسورد الراوتر الاساسي. عايز تعمله نفس الباسورد مفيش مشكله، بس انت مش مطالب منك انك تعمله نفس الباسورد. تكتب الباسورد اللي انت عايزه وتضغط على نيكست. هنستنى لما يكمل للاخر، نستنى لحد ما يبقى 100%، وبعد كده جرب النت بتاعك. كده خلاص بقى 100%. تفتح بقى الواي فاي بتاعك، هتختار الشبكة، طبعا الشبكة اللي انت عملت لها اسم جديد، تضغط على كونكت، وبعد كده تكتب الباسورد وتضغط على اوكي. الجهاز ده جميل جدا ومتعدد الاستخدامات، ممكن تستخدمه كريبيتر بدون سلك، او تستخدمه اكسس بوينت بالسلك. يعني لو الأوضة بتاعتك ما بيوصلهاش انترنت خالص، مفيش إشارة خالص، تقدر تستخدمه بالسلك. ولو الإشارة بتوصل بس ضعيفة، يبقى تستخدمه ريبيتر بدون سلك، وده طبعا الأفضل. سواء ريبيتر أو أكسس، هيبقى جهاز ممتاز جدا، وهيغطي لك الواي فاي في الشقة بتاعتك كلها. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا لو عجب حضرتك الحلقة ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. وأي سؤال أو استفسار سيبوها لي في تعليقات أسفل الفيديو، وبحاول أرد عليكم في أقرب وقت ممكن. ما تنسوش الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك والتيك توك، محمد موسى، مستر تكنولوجي ومستر تك. وشكرا على حسن متابعتكم.